مساء النصر في يوم النصر، كل سنة وحضراتكم طيبين ومصرنا العزيزة الغالية طيبة وبخير، والأمة العربية والإسلامية في أحسن حال بمناسبة انتصارات أكتوبر. هذا الانتصار الذي ترسخ لدى العالم أجمع. هذه الذكرى بالتحديد هو اليوبيل الذهبي، مرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة. ذكرى خاصة جدا، ذكرى جميلة جدا على قلوبنا جميعا. تلك الذكرى 50 لعبور أمتنا العظيمة ما بين اليأس والرجاء، تلك الذكرى التي نستلهم منها كثير من الدروس والعبر عبر جسور من التاريخ والتخطيط السليم. عبر 50 عاما ما زالت حرب أكتوبر تدرس في أكبر المعاهد الحربية في العالم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وجيشنا المصري الباسل السند والكبير جدا لهذا الوطن كل سنة، وقيادتنا العظيمة في أحسن حال كل سنة، وقواتنا المسلحة في أحسن حال، وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر. يسعدنا النهاردة بهذه المناسبة الجميلة، انتصارات أكتوبر واليوبيل الذهبي لهذا أكتوبر العظيم، أن يكون معنا في الاستوديو على الهواء مباشرة شريك نجاح، وجهة جميلة لمصر والمصريين، هو صديق للبرنامج، خدوم دائما ما يلتف حولها الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية. سعدنا أن يكون معنا ابن مصر البار الأستاذ عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية. أهلا بك عادل بيه، وكل سنة وحضرتك طيب وأكتوبر المجيد، وفرصة جميلة أن حضرتك موجود معنا النهاردة. أهلا بحضرتك أستاذ أمين، أنا سعيد أن أنا موجود تحديدا في الطير المسافر، لأن أنتم عارفين علاقتي بيكم الحمد لله علاقة متميزة زي علاقتكم بباقي أبناء مصر في الخارج. كل سنة ومصرنا الحبيبة بألف خير بمناسبة يوم العزة ويوم الكرامة. كل سنة والوطن العربي مش مصر بس، لأن دي رجعت الكرامة لوطننا العربي بأكمله. كل سنة وجيشنا العظيم اللي يعد من أقوى 10 جيوش على مستوى العالم بصحة وبسعادة. كل سنة ورئيسنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بألف خير وبسعادة. سريعا للجالية المصرية في الدول العربية والأوروبية. الدولة المصرية عموما احتفالات يعني كبيرة جدا بتقام كل سنة بمناسبة احتفالات أكتوبر. السنة دي أكيد هيبقى ليها طعم خاص بمناسبة مرور 50 سنة يوبيل ذهبي على انتصارات أكتوبر. المملكة العربية السعودية من أولى الجاليات المصرية اللي بتسمن على هذه الاحتفالية كل عام. ده بالفعل الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية زي ما حضرتك عارف يا أستاذ أمين هي دائما وأبدا بتبقى سباقة في كل المحافل اللي بتطلب منها والاستحقاقات الدستورية. الجالية المصرية واجهة مشرفة للجاليات على مستوى العالم، وكان بالمناسبة عندنا احتفال أمس في الرياض أقيم بمكتب الدفاع. معرفش موجود عندكم؟ احنا كل حاجة حصرية معانا النهاردة أستاذ عادل، وطبعا أكيد الفيديوهات دي أول ناس احنا بنزحها، يعني الناس لأول مرة هتشوف النهاردة احتفال الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية. انتوا دايما سباقين، يمكن معظم الاحتفالات بالليل وبكرة وبعده إن شاء الله، لكن السعودية هي أول يعني جالية مصرية تحتفل بهذه الانتصارات. نعم بالفعل، مكتب الدفاع العاصمة السعودية الرياض تحديدا بالمركز الثقافي السعودي بحي السفارات أقيم الاحتفال. بدأ في الساعة 7، وكان نفسي مساء أمس كان نفسي أن أنا أكون متواجد لكن لظروف العمل، لكن أنا خلال ساعات هكون متجه إلى العاصمة السعودية الرياض. لكن طبعا طالما دعيت لهذا البرنامج الذي أعشقه ما أقدرش يعني لازم أجي يحصل لي الشرف. قبل ما نشوف احتفال السفارة المصرية جزء بسيط منه، يعني احتفال السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية بانتصارات أكتوبر، أحب أن أنا يعني أشكرك لأن عارف أنك أجلت سفرك خصيصا من أجل أنك تحضر معانا في برنامج الطير المسافر، وزي ما قلت لحضرتك من البداية يعني حضرتك شريك نجاح وأساسي في البرنامج معانا. ده بيشرفني، وخصوصا تلفزيون الصعيد وأنا ابن من أبناء محافظة الفيوم، فشرف لي أن أنا أبقى موجود معاكم على طول. هي الاحتفالية طبعا احتفالية كبيرة ويعني وقتها طويل جدا، ان شاء الله يعني نشوف جزء صغير منها دلوقتي مع حضراتكم،
هنستكمل هذه الاحتفاليه يعني خلال الحلقات الجايه. نشوف مع بعض الاول عادل بيه، ده يعني ده جزء من الاحتفاليه. اتفضل حضرتك قبل ما نشوفه لايف مع بعض. ده طبعا دعي للاحتفاليه دي جميع الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، ولهم مكاتب معتمدة على أراضي المملكة العربية السعودية من جميع دول العالم ليشاركوا مصر فرحتها. أيضا دعي جميع الملحقين من الدول العربية والدول الخليجية كانوا متواجدين. دعوا شخصيات عامة من إمارة الرياض، كان ممثل عن السفير المصري، ملحق الدفاع بالمملكة العربية السعودية المصري، والنائب ونائبه والاستاف كامل بمكتب الدفاع بالعاصمة السعودية الرياض. أيضا دعي مجموعة كبيرة جدا من أبناء مصر ورموز الجالية المصرية على مستوى المناطق المختلفة في المملكة العربية السعودية. الجالية المصرية جالية يعني أكثر من رائعة حقيقة يا عادل بيه، وأنتوا دايما الجالية اللي بتتصدر الصفوف في كل المناسبات اللي بتبقى موجودة، القومية والرسمية، وكل الاستحقاقات بتبقوا موجودين وبفرحة ومن قلبكم فعلا يعني. دي حقيقة. وطالما احنا اتكلمنا عن الجالية، احنا بالمناسبة عندنا خلال ايام ان شاء الله في استحقاق دستوري جديد، الا وهو الانتخابات الرئاسية. ان شاء الله باذن الله بندعو ابناء مصر بالمملكة العربية السعودية وبجميع دول العالم الالتفاف حول الدولة المصرية، واعني بذلك حول الدولة المصرية. اكيد حبايبي موجودين في المملكة العربية السعودية وعارفين، لنثبت للعالم، عايزين نثبت للعالم ان احنا دائما وابدا واجهة مشرفة للجاليات على مستوى العالم في جميع الاستحقاقات. وحضراتكم يا استاذ امين تابعتوا معانا الكرنفال في الانتخابات الرئاسيه 2014 و2018 وغطتوه تغطيه ما شاء الله، كانت تغطيه مشرفه، وشفتوا فرحه الناس لما بتشارك في استحقاق دستوري ويدي صوته لمن يستحق. وان شاء الله باذن الله تعالى مصر الى الامن والامان دائما باذن الله. ان شاء الله باذن الله. احنا معانا يعني فيديوهات يعني عديده يعني وكثيره جدا. نبتدي يعني نشوف الفيديو الخاص بالمملكه العربيه السعوديه واحتفال الجاليه المصريه، جزء منها، وان شاء الله يعني باقي الاحتفاليه هنشوفها في حلقات قادمه وعلى صفحه البرنامج. نشوف جزء من هذه الاحتفاليه ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. طبعا احنا يعني الفيديو اللي شفتوه مع حضراتكم دلوقتي ده حصري لبرنامج الطير المسافر. بالليل ان شاء الله هتلاقوه يعني اكيد في كل برامج التوك شو، لكن احنا يعني بنحب الحاجات الحصريه، ودي يعني اول حاجه تتذاع شطات من هذه الاحتفاليه يا عادل بيه. ده بالفعل انا اول مره اشوفه فعلا، ما شفتوش. احنا خدناك من هذه الاحتفاليه النهارده. ده شرف ليا ان انا موجود معاكم وفي يوم عظيم زي الاحتفال، يوم ذكرى الاحتفال بالسادس من اكتوبر. ده شرف ليا. ربنا يخليك. انا دايما بقول ان مثل الاستحقاقات والانتخابات، سواء انتخابات رئاسة جمهورية او مجلس شعب او اي انتخابات واستحقاقات بتبقى موجودة، انتوا بره بتقلبوها الاحتفالية لانكم متشدقين لاي حاجة موجودة من مصر، ودايما انا بقول بتحبوا ريحة مصر في اي حاجة. ايوه، احنا كجالية مصرية موجودة في المملكة العربية السعودية وفي جميع دول العالم، احنا بنعشق تراب مصر وسنظل أوفياء لهذه البلد العظيم. وعلى على فكرة أمين بيه، يمكن حضرتك سافرت كتير، مش هتحس بحبك لبلدك إلا لما تطلع بره في الغربة. يعني تخيل حضرتك وهي مجرد الطيارة بس ما تدخل الحدود المصرية، بشم نفسي أقول أنا خلاص في بلدي، الأمن والأمان، مصرنا الحبيبة. ما شاء الله الجالية المصرية
بتبقى منتظرة بفارغ الصبر. أيوة. أي استحقاقات دستورية زي ما حضرتك قلت، ويحملون أعلام مصر ويتغنون بالأغاني الوطنية الجميلة اللي أنا بسمعها عندكم هنا في الطير المسافر باستمرار. بيبقى احتفالية وقرنفال. أنا عايز أقول لحضرتك العالم كله بيتغنى بما يفعله أبناء مصر في الخارج، سواء في استحقاقات دستورية، انتخابات. لذلك إن شاء الله بإذن الله الانتخابات الرئاسية القادمة إن شاء الله هتبقى قرنفال واحتفال يليق باسم مصر. والاحتفال ده بيشارك فيه السعوديين مع المصريين، ولأنهم هم شركاء نجاح في هذه الحرب. طبعا مصر والسعودية يا أستاذ أمين، أنا دائما وأبدا بقول إن هما جناحي الأمن القومي للوطن العربي. مصر والسعودية معروفة، ولا ينسى دور المملكة العربية السعودية في حرب أكتوبر، وحرب كما أطلق عليها العالم حرب البترول. لما منعت البترول وقفات المملكة العربية السعودية أيضا مشرفة بجانب مصرنا الحبيبة، سواء في حرب أكتوبر سواء في ثورة 30 يونيو، كان لها وقفة مشرفة لا تنسى. المصالح متبادلة، ودائما وأبدا مصر والسعودية هما قلبي الوطن العربي النابض بإذن الله. يعني دايما أنا على فكرة في الحلقات في الطير المسافر بجيب دايما آراء الإخوة السعوديين عن مصر من آن لآخر، زي ما بنجيب حاجات جميلة جدا يعني المصريين. كان آخرها يمكن الحلقة اللي فاتت كان مواطن مصري زوجته كانت توفت في القاهرة، وأقام لي الكفيل في القصر بتاعه يعني مراسم العزاء. فيعني العلاقات علاقات ممتدة وعلاقات جميلة جدا يا أستاذ عادل. بالتأكيد طبعا ده بيحصل كتير، يمكن بيجيلكوا حالة أو حالتين، لكن احنا بنتعايش في وسط هذه الروح المتبادلة والمحبة ما بيننا وبين الإخوة الأشقاء السعوديين. اللجنة الوطنية العمالية حضرتك كنت مجتمع معاها في المملكة العربية السعودية من أجل بحث حقوق العمالة المصرية. تحدثنا عن هذا اللقاء يا فندم. بالفعل اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية هي تعتبر أحد منظمات المجتمع المدني بالمملكة العربية السعودية. هذه اللجنة موجودة بجميع مناطق المملكة، ساهمت بشكل كبير جدا. يمكن احنا ما كناش نعرف الموضوع ده بشكل كبير جدا في حل كثير من مشاكل العمالة المصرية، وما زالت. في الحقيقة التقينا بالمهندس ناصر الجريد، وده رئيس اللجنة على مستوى المملكة. اللجنة بتدعم الجالية المصرية وباقي الجاليات دعم لا نهائي. أيضا بتساهم في حل أكثر المشاكل تعقيدا، وهيبقى في بروتوكول تعاون ما بيننا وبينهم. وكان في توصيات، كان من أهمها التوصيات في نهاية الاجتماع، ألا وهي عمل أكثر المشاكل تعقيدا ما بين أبناء الجالية المصرية، ولابد أن يكون في أنشطة متبادلة ما بين أبناء الجالية المصرية واللجنة الوطنية للجان العمالية السعودية. وعدونا بزيارة لمصر إن شاء الله في القريب العاجل، هيجوا يزورونا هنا زي ما احنا زورناهم في مقر الاتحاد العام للمصريين في الخارج. اللجنة الوطنية للجان العمالية مظهر مشرف، هي تعادل برضو علشان السادة المشاهدين، تعادل نقابة العمال بجمهورية مصر العربية. لكن المملكة ما فيش حاجة فيها حاجة اسمها نقابات، فيها حاجة اسمها لجان. فكانت زيارة موفقة جدا جدا، واحنا سعدنا. كان معايا وفد من أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية. سعدنا وفوجئنا أيضا بمدى الخدمات اللي بتقدم لأبناء الجالية المصرية. كان عندنا بعض المشاكل أعطيناها للجنة الوطنية للقسم القانوني تحديدا للبدء في حل هذه المشاكل. تمام. ودي كلها طبعا من اجل حقوق العماله المصريه، اللي حقيقه يعني في سعي كبير جدا من كل صناع القرار، وتعليمات مشدده من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل صناع القرار من اجل يعني حل هذه المشاكل اول باول. ده صوت الانتخابات الرئاسية بدءا من تأييد المرشحين، ثم الانتخابات يعني بعد ذلك. وزي ما احنا قلنا من شوية وسمينا ان دي بتبقى احتفالية كبيرة جدا للجالية المصرية في كل مكان. بالفعل خلال احنا دلوقتي عندنا بيتم عمل التوكيلات في القنصليات
العامة في جدة وفي مدينة الرياض. القنصلية فاتحة أبوابها يمكن لغاية الساعة 8، ما بتقفلش لغاية ما يخلصوا كل التوكيلات اللي موجودة. أيضا هيكون عندنا زي ما قلت لحضرتك الكرنفال والاحتفال الكبير إن شاء الله في الانتخابات الرئاسية بإذن الله. اللي احنا شايفينه ان في الابناء مصر في الخارج وليس في المملكة العربية السعودية، الكل او الاغلبية العظمى غير المغيبة تدعم وبقوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشيح لفترة رئاسية قادمة. وعايز اقول لحضرتك على حاجة كمان، ان احنا عملنا مؤتمر قبل الانتخابات الرئاسية بأيام. حضر هذا المؤتمر مجموعة كبيرة جدا من المصريين في الخارج عبر الفيديو كونفرنس. كان تقريبا 73 مصري على مستوى العالم من جميع دول العالم في أكثر من 35 دولة. الكل أجمع وبقوة مساندة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة إن شاء الله. معايا خبر يعني أيضا من السفارة بتفتح أبوابها خلال العطلات الرسمية لعمل التوكيلات للمرشحين، المرشح الرئاسي. على يعني سبيل المثال يمكن الصورة موجودة قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. تهدي قنصلية جمهورية مصر العربية بالرياض أطيب تحياتها لأبناء الجالية المصرية والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتتشرف بالإفادة بالمواعيد التالية: يوم الخميس 5/11 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، يوم الجمعة 6/10 يوم الجمعة 6/10 من الساعة 2 ظهرا إلى 8 مساء، يوم السبت من الساعة 10 صباحا إلى 3 عصرا، ومن 4 عصرا إلى الساعة 8 مساء. دي كلها مواعيد يوم الخميس والجمعة والسبت، برغم يعني العطلات الموجودة بمناسبة يعني مولد النبي عليه الصلاة والسلام واحتفالات أكتوبر، لكن كل السفارات والقنصليات فاتحة أبوابها أمام المواطنين. وتود القنصلية التأكيد على أنها ترحب باستقبال أبناء الجالية الراغبين في عمل نماذج للتأييد بدون موعد مسبق خلال مواعيد العمل الرسمية. ده كان يعني برضو حاجة لازم نبلغها ليه حضراتكم، لأننا لسه وصلنا لأسرة برنامج الطير المسافر. بس في نقطة برضو من الإخوة المصريين المتواجدين بالخارج، إن لابد علشان تعمل توكيل لأحد المرشحين المتقدمين لمنصب رئاسة الجمهورية أن يكون حامل لجواز سفر ساري المفعول أو طبعا بطاقة رقم قومي سارية المفعول، لأن بعض الإخوة المصريين زعلوا جدا، كانت بطاقتهم منتهية وجوازاتهم منتهية. فللأسف ده نظام دولة، وعلى الكل طبعا لا يفرق بين مرشح وآخر. تمام. حتى يعني الاتحاد العام للمصريين في الخارج برضو أصدر يعني بيان بهذا الشأن، وبيقول فيه: يعلن الاتحاد أن السادة الأعضاء حاملي بطاقة العضوية يمكنهم عمل تفويض وتوكيل الانتخابات الرئاسية في أي فرع من فروع الشهر العقاري في كافة أنحاء الجمهورية بالسرعة الممكنة دون الالتزام بالدور، وذلك بالتنسيق مع رئيس قطاع الشهر العقاري. برضو خدمات كتيرة جدا بتقوموا بيها في الاتحاد العام أستاذ عايد. طبعا، وفي بعض الخدمات يعني ما ينفعش تقال اللي هي الخدمات الإنسانية دي، احنا بنفضل ان احنا بتبقى يعني لا يستحسن ان احنا نقولها. ايضا كان عندنا برضو اكثر المشاكل تعقيدا، ويمكن حضراتكم عشتوها معانا، لابناء مصر في الخارج بتحل عرفيا، لان زي ما حضرتك عارف الحل العرفي هو اسلم واقرب الحلول، غير الحلول الرسميه بتستمر لمده شهور واحيانا لمده سنين حتى تحل. وعايز اقول لحضرتك الاتحاد العام للمصريين في الخارج وخصوصا في المملكة العربية السعودية احنا بنحس باستمرار ان في ألفة ومودة ورحمة بيننا وبين الشعب السعودي، لذلك اكثر المشاكل تعقيدا حلت عرفيا على اراضي المملكة العربية السعودية دون تدخل رسمي. هنطلع مع حضرتك دلوقتي يا استاذ عادل ونشوف يعني برومو في حب مصر من يعني المصريين المحبين والعاشقين لمصر في الداخل وفي الخارج. نطلع نشوف هذا البرومو ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. احنا بنيجي لما كل ما
ما بننزل هنا بنشوف حاجات جميله في بلدنا. انا انبهرت الحقيقه، يعني طبعا لما نشوف غير لما نقرا او نسمع. الحقيقه ان حجم الانجازات اللي موجود في مصر انجازات غير مسبوقه. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي اهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. بلدي الحبايب بلدي يا بلدي يا مين يوديني. انا بقول الحقيقه احنا بنيجي لما كل ما بننزل هنا بنشوف حاجات جميله في بلدنا، مش كباري وطرق بس، لا بنشوف مصانع بتتعمل ومدن جديده والقضاء على العشوائيات وكل ده والمدن الجديده. اعجاز بيتم على ارض مصر. الناس فاهمه ان دي مجرد طرق، مجرد بنيه تحتيه، لا ده كمان في البشر، في الثقافه بيتغير، في القدره على الامن القومي بتتغير، قدره التسليح جيشنا بيتغير. احنا حتى بره مصر وضعنا كمان اتغير، اصبح المصريون في الخارج وضعهم في تحسن، وضعهم امكانياتهم صارت اكبر، وده شيء يعني الحمد لله تحقق خلال الفتره الحاليه. النهارده انا بدعم بلدي فعلا، بدل ما احط الفلوس في البنك ولا هتجيب لي حاجه والفلوس قيمتها بتقل، لا انا النهارده هحطها في اصل ثابت وبجيبه. احنا كمصريين في الخارج نساعد بلدنا ونقف في اي مجال بقى، المجال تعليمي، مجال طبي، مجال يعني اي مجال. كان انتخابات سواء كان زي مؤتمر المصريين في الخارج، اي فعاليات تخص مصر او الترابط مع الدولة المصرية بنكون متواجدين بيها. احنا معاك يا ريس، احنا في ظهرك يا ريس، احنا المصريين في الخارج موجودين معاك ونقول تحيا مصر بجد. ربنا يحفظ مصر ويحفظ جيشها ورئيسها وشرطتها. احلامي ان المصريين يكونوا على قلب رجل واحد، احلامي ان مصر تبقى احلى بلد واكبر بلد، كلنا بنحب بلدنا. القلب مع مصر قلبا وقالبا مع وطننا الام. دوركم كبرنامج طيور مهاجره وكقناه مصريه دور قوي جدا وداعم للمواطنين والمصريين الخارج، يا ريت تفضلوا معانا دايما. بشكر في الاخر الاعلام المصري اللي بيوجه رساله جميله، بيقول هو دوت الاعلام البناء اللي احنا بنغطي كل الاحداث سواء كانت في الداخل او في الخارج. وطير مسافر دايما لساننا. تحيا مصر، تحيا مصر. حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ايه رايك في البرومو؟ رائع حاجه ما شاء الله. ده طبعا يعني برومو خاص بينا البرنامج الطير المسافر، فيديو تحفيزي، تقرير تحفيزي عن الانتخابات الرئاسية ومشاركة يعني كافة الجموع سواء في الداخل أو في الخارج في العملية الانتخابية. بصراحة انتوا كنتوا هتخلوني ابكي من البرومو اللي انتوا عاملينه. حاجة جميلة، برافو فعلا الطير المسافر ان انتوا عاملين حاجة خاصة بيكم انتوا بالمنظر الجميل ده. وعايز اقول لحضرتك على حاجة، اتفضل. طالما اتكلمنا على الانجازات اللي مصر بتقوم يعني مرت بيها خلال ال8 سنوات او ال10 سنوات الماضية، واحنا قاعدين مع الاخوة العرب سواء من السعودية او من جميع الدول الموجودة، بيحسدونا على حاجات كتيرة جدا. بيحسدونا على نعمة الامن والامان، لان اذا وجد الامن وجد الاقتصاد وجدت السياحة. احنا عندنا امن وامان غير موجودين في دول متقدمة اوروبية، ولازم نعترف كده يا مصريين، تعرفوا ان مصر تتمتع بامن وامان غير موجود في اي دولة من دول العالم. احنا ايضا عندنا وسائل البنية التحتية اللي قام بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت معدمة عندنا. حياة كريمة، العشوائيات، القضاء على العشوائيات ده كان حلم للمصريين. تعالوا شوفوا قاعدين فين 100 مليون صحة، قضاء على فيروس سي. أصبح جيش مصر العظيم من أحسن 10 جيوش في العالم على مستوى العالم. علينا ليه؟ لأن احنا عندنا تنوع للسلاح في جميع المجالات وجميع الأسلحة. احنا فخورين ان احنا مصريين، وسيادة الرئيس ان شاء الله مع حضرتك
لنكمل المشوار. ان شاء الله. يعني في حرب 73 يعني حضرتك كنت يعني فين ساعتها واحنا في بلادنا كانوا، انا يعني على ما اتذكر كنا صغيرين شويه، الراديو الكبير وهو موجود والناس يعني بتنتظر النصر واللحظات الجميله ديت والبيانات العسكريه اللي كل شويه بتطلع ومسيرات واحنا اطفال صغيرين وبنلف في البلد بتاعتنا بعد ما مصر يعني ما حطمت اسطوره العدو الاسرائيلي وقدرت انها تعبر خط بارليف. طبعا كانت كنا لسه صغيرين طبعا، بس كانت سعادتنا لا توصف، لان احنا كنا شايفين الرياكشن على الوالد والوالده والاهالي والناس الطيبين في اهالينا، سواء عندنا في الفيوم او عند حضرتك في النوبه. يعني كانت حاجه جميله جدا جدا بالنسبه لنا. يا استاذ امين، اي حرب في العالم بتبقى مع اول ضوء واخر ضوء. احنا غيرنا استراتيجية الحروب على مستوى العالم. في حرب تبقى الساعة 2 الظهر، لذلك زي ما حضرتك تفضلت بتدرس في أكبر المعاهد العسكرية حول العالم حتى وقتنا الحاضر. نعم بالزبط. جيش مصر العظيم جيش لا يقهر فعلا، واحنا هنفضل في رباط إلى يوم الدين. احنا فخورين جدا جدا بهذه الحرب. أيضا الدول العربية بتفتخر بهذه الحرب، ويمكن حضرتك شفت أحد السعوديين، ده واحد من آلاف السعوديين وملايين السعوديين اللي مبسوطين جدا وفخورين بان احنا انتصرنا على هذا العدو اللي كان بيقول ان ده اسطورة لام ولن تهزم ابدا. الحمد لله. أنا يمكن أثناء الفاصل كنت يعني بتجول دايما في رسائل يعني السادة المشاهدين، هم أولا بيرحبوا بيك وبوجودك معنا النهاردة، ويعني أنا بشكرك بالنيابة عنهم لحل يعني كل المشاكل اللي بنصدرها لك من أجل أي مواطن في المملكة العربية السعودية. حد بيتكلم، محمد أحمد إسماعيل، بيتكلم عن موسم العمرة وعايز يعرف ايه اكتر المشكلات التي يقع فيها المصريين في موسم العمرة القادم او اللي احنا فيه حاليا، يعني مولد النبي وبعد كده ان شاء الله باذن الله. ايوه احنا بدأنا بالفعل موسم العمرة. اولا لابد ان يعي الجميع ان عدم حمل، ويمكن حضرتك قلت الكلام ده كتير هنا في البرنامج وانا قلت عدم حمل اي ادوية وهو رايح. ليه؟ لان المعتمر ليه تأمين طبي يقدر يعالج في أي مكان، يقدر يعالج. يعني ممكن في أدوية بتستعمل هنا في مصر تبقى يعني للقولون. هناك أدوية جدول. أدوية بتصبح أدوية جدول. يعاقب عليه بالقانون السعودي. دي نمرة واحد الالتزام بعدم حمل أدوية، وما ينفعش حد يقول لي خد الشنطة دي سلمها لابني هناك. الكلام ده مرفوض تماما. علاوه على كانت المشكله بتاعت الحاجه سعديه لو تتذكر من كام سنه، وكنا يعني كلنا كنا واقفين على يعني رجل واحده وصف واحد من اجل اثبات براءتها واحنا عارفينها انها بريئه. ده الكلام ده كان في مطار ينبع. بالظبط. نعم بالظبط. فاحنا بنقول للناس لابد ممنوع ان انت تحمل اي حقائب لايا كان، حتى لو من اقرب الاقربين. دي نصيحه والله. انا شفت يعني مش عايز اقول مشاكل كتيره جدا حصلت بسبب خلي الشنطه دي معاك سلمها هناك. ايضا الالتزام بالمده المحدده من خلال تذكره الطيران ذهابا وعوده، حتى لا يقع تحت طائله القانون ويخالف انظمه المملكه العربيه السعوديه. حبايبنا المصريين وهم جايين بقى يا استاذ امين بيجيبوا هدايا كتير، ويخيل ليهم ان الطيران مفتوح تقدر تحط فيه اي عدد من الشنط، والكلام ده غير موجود. اغلب رحلات الطيران يا جماعه دلوقتي بتبقى شنطه واحده بس 23 كيلو وواحده هاندباج 7 كيلو في الطياره. الالتزام بمواعيد الزياره المحدده من قبل المواقع الالكترونيه السعوديه، سواء للحرم الشريف أو لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الصلاة في الروضة الشريفة. دي من أهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. وبرضو معلومة للإخوة المعتمرين واللي حاملين الزيارات المختلفة، دلوقتي أي زيارة غير العائلية بتحتاج لازم بيكون في كود نمبر من وزارة السياحة علشان ما يرجعش من مطار القاهرة من هنا، لازم يكون معاه كود نمبر إلا إذا كانت تأشيرة عمرة صريحة. دي النقاط يمكن أهمها. أيضا الإعلانات الوهمية اللي بتقول يعني تعالى سافر وفيزا حرة وما أشبه ذلك، أعتقد ده كله يعني برضو بيقع في براثن يعني مشاكل كبيرة جدا. احنا من تاريخ 14/3
2021 الحمد لله انتهينا تماما بما يسمى بالفيزا الحرة. يبقى أي حد هيطلع تحت مسمى فيزا حرة يتحمل مسؤوليته. لا يوجد شيء في المملكة العربية السعودية ما يسمى تحت مسمى تأشيرة الفيزا الحرة. دلوقتي نظام تحسين العلاقة التعاقدية أو إلغاء نظام الكفيل كما يطلق عليه بجمهورية مصر العربية هو عدم وجود ما يسمى بالفيزا الحرة. عندنا حد من المشاكل بنسبة تجاوزت 90%، وهذه الإحصائيات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللي هي تعادل وزارة العمل المصرية. يبقى ما فيش حاجة ما يسمى بالفيزا حرة. وأنا بحيي حضرتك على هذا السؤال يا أستاذ أمين. لابد أن يكون راغب السفر حاملين لعقد عمل مصدق من الجهات المعنية السعودية، أقصد من الجهات المعنية السعودية، من الغرفة التجارية السعودية، ثم وزارة الخارجية السعودية، ثم المكتب العمالي المصري بالقنصليات العامة سواء في الرياض أو في مدينة جدة الساحلية. قبل ما نطلع نشوف يعني معالي سفير مصر في الكويت بيقول ايه بيان توضيحي عن الانتخابات. حضرتك يمكن حضرت كتير جدا اللقاءات اللي بتبقى مع الرؤساء والسفراء، ودايما التعليمات اللي بتبقى يعني صناع القرار داخل السفارات والقنصليات من اجل التعامل جيد مع المصريين. هو عايز اقول لحضرتك على حاجه، توصيات وتعليمات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظه على المصري في الخارج ومعاملته معامله ادميه ويكون فيها نوع من الاحترام المتبادل، وده احنا شايفينه من داخل القنصليات. لابد ان يكون في ابتسامه. ايضا الوقت اصبح قليل في تنفيذ المعاملات. الاول كان بيقعد الجواز ب3 شهور لو حضرتك تتذكر. بالظبط. طيب دلوقتي بيقعد 21 يوم. تخيل يا استاذ امين، 21 يوم بتستلم جوازك. المعاملات بتخلص الكترونيا، بيتم الحجز عن طريق موقع خاص بالقنصليات سواء قنصليتنا في الرياض او قنصليتنا في جدة. اصبحت الوضع مختلف تماما عما كان سابقا في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. انا دايما بقول ان السفاره والقنصليه هي الام والاب بالنسبه للمغترب. كنا بنتكلم على السفير والقنصل ان هم بمثابه يعني الاب والام للمصري المغترب في الخارج. طبعا احنا عندنا الحمد لله بنتمتع عندنا سيادة السفير أحمد فاروق هو رئيس البعثة، عندنا القنصل العام بالرياض السفير طارق، وعندنا القنصل العام بجدة السفير هشام فريد، والمجموعة كلها متميزة الحمد لله. يعني حتى المقابلة بتاع الناس أصبحت مش زي زمان. أنا بقالي فترة طويلة في الغربة الحمد لله في عهد سيادة الرئيس من تقدم لتقدم. كنت بس عايز اول حاجه اتفضل بسرعه. طبعا انا شايف في الفاصل مجموعه كبيره جدا من الرسائل. انا بوعدهم ان شاء الله هاخد من حضرتك الرسائل، وان شاء الله هجاوب لهم على كل الرسائل للساده المشاهدين المتواجدين بالمملكه العربيه السعوديه ان شاء الله باذن الله. اعتقد يا استاذ عادل من اهم يعني الاشياء التي حدثت في الاخر، ناخدها من الاخر بقى للبدايه. جميل. موضوع التسويه التجنيديه اللي كانت يعني انقاذ لكتير جدا من الشباب اللي كان بيرغب في العوده وكان بيخشى يعني انه ما يقدرش يرجع تاني. فكانت موضوع التسويه التجنيديه ديت كانت يعني من الاخبار الجميله جدا اللي ساعدت كل المصريين في كل مكان في الخارج. على فكره دي فتحت بيوت ناس كتيرة هذه المبادرة بالفعل. يمكن اللي الناس ما تعرفوش ان كان عندنا كمية كبيرة من المصريين متزوجين وعايشين في المملكة العربية السعودية، ولو نزلوا مصر خلاص الوظيفة هتروح، ويمكن بعضهم كان لسه مستلم وظيفته. لكن هذه المبادرة هو ده اللي بيعمله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبناء مصر في الخارج. هذه المبادرة كان ليها دور كبير جدا في لم شمل الأسر المصرية. كثير من الأسر المصرية عشان أكون محدد عن طريق اللي هو بيدفع المبلغ $5000 في أحد البنوك المعتمدة، وبيتم أخذ شهادة المعافاة من تأدية الخدمة العسكرية. بصراحة تمام. البيان قدامنا اهو دلوقتي. بصراحة استفاد كمية كبيرة جدا من أبناء مصر بالخارج في جميع دول
العالم بهذه المبادرة. واعتقد ان هيبقى فيه بنطالب ان هو يبقى المده برضو اطول شويه، واحنا هم اتمدت. احنا الحلقه اللي فاتت يعني طلعنا يعني بيان ان اتمدت المده. رائع، جميل جميل. دي حاجه جميله، جود نيوز يعني. ان احنا بنسمع حاجه زي كده كويس، علشان ابناء مصر في الخارج يشدوا حيلهم يقدموا على المبادره دي حتى يستفيدوا من هذه المبادره ويقدروا يكملوا حياتهم طبيعيه، يقدر يسافر ويروح ويجي مصر بحريه تامه. قبل ما نتكلم ونختم كلامنا الجميل يعني اعظم حاجه اتعملت للمصريين في الخارج، موضوع سياره بدون جمارك، اسمح لي ان احنا نشوف مع بعض نموذج من مشرفه من الحرب. الكل نماذج مشرفه، كل جندي وكل ضابط وكل قياده شاركت في حرب اكتوبر العظيم. واحنا النهارده بنحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر العظيمه اللي بتدرس في اكبر المعاهد العالمية. هذه الحرب التي أذهلت العالم وكانت أكذوبة كبرى بالنسبة لإسرائيل التي أطلقتها عن خط بارليف. يعني تحية واجبة لكل الضباط وكل من سالت دمه من أجل أن تعيش هذه البلد مصرنا العظيمة ومصرنا الحبيبة. النهاردة هختار واحد من الشخصيات بيسموه الخال أحمد إدريس، اللي كان صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر العظيم، اللي كان يعني لينا الشرف ان احنا كنا موجودين معاه في مداخلة يعني قبل وفاته مباشرة هنا في برنامج الطير المسافر الذي تحدث عن كثير من الكوارث. هو شارك في حرب اليمن وحرب الاستنزاف والعدوان الثلاثي، وشارك مشاركة إيجابية بالشفرة النوبية في انتصارات أكتوبر المجيد. لما جه وحكى لنا، ويمكن من زوجته لما أنا يعني كلمتها من فترة عن هذا الموضوع، قالت ان هو ظل الاسرار الخاصة حبيسة داخله لمدة 40 عام. هذا السر ظل حبيس جواه لمدة 40 عام. وفي البداية ان هو كان موجود، وكان الرئيس انور السادات كان يعني منزعج جدا ان الجانب الاسرائيلي بيترجم كل اللغات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع. كان هو صول في حرس الحدود، قال للقيادات احنا ممكن نستخدم اللهجة النوبية داخل هذا الموضوع. وبالفعل القيادات بتاعته قالت له يعني وصلت هذا الموضوع للرئيس انور السادات اللي كان سعادته كبيرة جدا، وقال لهم هاتوه هنا. اخدوه مكبل من المكان اللي هو موجود فيه لقصر الرئاسة. ليه بقى؟ علشان ما حدش يحس ان في موضوع مهم جدا، وان هذا الموضوع في سري وفي غاية الأهمية. السادات قاعد معاه، وهنشوف صورة يعني الخال أحمد إدريس دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة. وكان موجود معاه، وهو كان شعر بال هو ده الخال أحمد إدريس، شعر بالخوف في البداية. السادات ربط على كتفه وقال له يعني ما تنزعجش، وقال له ايه القصة. فحكى له ان احنا ممكن نجيب ناس نوبيين من الناحيتين بحيث انهم يترجموا كل شيء موجود. وهو كان افصح لنا عن بعض الكلمات النوبية زي كلمة اوشا يعني اضرب، وكلمة ساعة اوو يعني ساعة الصفر. وطبعا يعني بعد ما تحدثت معاه عرفت ان اوو ده يعني هي يعني واحد بالنوبي، ويرا اوو تسكو يعني الساعة 2، اوو يعني الساعة 2. عرفت منه معلومات كتيرة جدا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 قام بتكريمه ومنحه وسام النجمة العسكرية. وقال للرئيس زي ما الصورة موجودة قدام حضراتكم، قال له يا ريس أنا احتفظت بالسر لمدة 40 سنة. الرئيس قال له وأنا هكرمك أحسن تكريم يليق بيك، ومنحه وسام النجمة العسكرية. تحية للنموذج المشرف اليوم الخال أحمد إدريس. احنا كنا يعني جبنا كده يعني سطور معينة عن الخال أحمد إدريس، وتحية طبعا واجبة للجميع، يعني كل من سالت دمه من أجل أن تعيش مصر حرة مستقلة. طبعا بمناسبة اللغة النوبية أنا كنت حابب أسأل حضرتك في عجالة، هل اللهجة النوبية لهجة ولا لغة؟ لا لهجة مش يعني لغة. لا تكتب؟ لا تكتب دي بالممارسة. فلذلك يعني حتى جولد مائير في مذكراتها قالت ان يعني وجدنا ان الجيش بيتكلم لهجة لا موجودة في اوروبا ولا في جنوب شرق اسيا. الحمد لله. لذلك انا بحب برضو احيي ابناء الجالية النوبية
المملكة العربية السعودية اللي كان لهم تمثيل مشرف في الاستحقاقات الدستورية، ومنساش الجالية القبطية المسيحية الجمال، ومنساش سيدات مصر الجمال اللي بيشاركوا باستمرار في الاستحقاقات الدستورية على أراضي المملكة العربية السعودية، اللي بندعوهم من خلال الطير المسافر إن هم يشاركوا معانا إن شاء الله في الاستحقاق الدستوري عظيمات القادم. مصر زي ما الرئيس عظيمات بيقول عليهم. مصر. نعم نعم. هختم مع حضرتك يعني اعظم حاجه بالنسبه للمصريين اللي في الخارج اللي حدثت في العصر الحديث، ودي كلها كانت تعليمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتسهيلات للمصريين اللي في الخارج من اجل ان يمتلك المصري اللي في الخارج سياره بعد رحله كبيره جدا من الكفاح والغربه ان يعود بها الى ارض الوطن. دي مبادرة احنا كنا بنحلم بيها. أيوة. من سنوات، ويمكن حضرتك عشت معانا الفترة دي. والجميل اللي في المبادرة اللي انا بدعو بقى المصريين في كل دول العالم، يلا يا مصريين نشارك في المبادرة دي، لان تم تمديد زي ما حضرتك عارف 3 شهور تانية للمبادرة دي علشان يستفيد اكبر عدد من ابناء مصر في الخارج. اي نعم الاستفادة متبادلة، استفادة المواطن المصري بان هو يحمل سيارة أو يمتلك سيارة على الأراضي المصرية بدون جمارك، وأيضا استفادة للدولة المصرية بتوفير النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. تحية للدولة المصرية على هذه المبادرة، أيضا تحية لتمديد مدة هذه المبادرة. حاجة جميلة جدا احنا فخورين بيها، وأنا شايف فيه إقبال غير المرة الأولانية كمان، لأن الناس كانت متشوقة لهذه المبادرة. الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية للجالية المصرية من أجل المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة. بقول لهم يا حضرتك، بقول لأبناء مصر في المملكة العربية السعودية إن شاء الله زي ما عملنا في 2014 و2018 هنمثل الدولة المصرية أحسن تمثيل، وهنعمل كرنفال واحتفالية العالم كله هيتكلم عنها. واوعوا يا مصريين تنخدعوا في شعارات، اكيد انتوا عارفين انا اقصد ايه. اوعى الشعارات، احنا اصبحنا شعب واعي يعي الامور كويس جدا، وان شاء الله مصرنا الحبيبة هتبقى قد الدنيا. أستاذ عادل الحنفي، أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة في برنامج الطير المسافر في يوم جميل جدا، يوم مميز، يوم متفرد، وخاصة أن هذا العيد هو العيد الذهبي بمناسبة مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة. شكرا أستاذ أمين. أنا سعيد جدا أن أنا موجود مع حضراتكم ومع فريق الإعداد والمخرج، وأشكرك للمرة الثانية لدعوتك الكريمة لحضور برنامج الطير المسافر اللي هو البرنامج بتاعنا إحنا كمصريين في الخارج. شكرا يا فندم، ألف شكر لحضرتك. بكده أعزائي السادة المشاهدين يعني وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من برنامج المصريين في الخارج، برنامج الطير المسافر اللي دايما يعني أطلق عليه هو المتحدث الرسمي عن المصريين المغتربين خارج مصر. نحن نشكر ظروف تواجدنا في هذا اليوم في العيد الذهبي بمناسبة مرور 50 عام على انتصارات أكتوبر. انتظرونا عبر شاشة قناة الصعيد اليوم، احتفالات على كل الأصعدة وفي البرامج وفي الشوارع من أجل نقل نبض الجماهير في هذه الاحتفالية الجميلة جدا بمناسبة مرور 50 عام على انتصارات أكتوبر. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج الطير المسافر. في الختام بقول لحضراتكم سلام.